المعلم حسين الشحات النينجا اللي بيعزف مع الاهلي على كمانجا. الف مبروك يا معلم سحس على الفوز على ام 3-0، وعلى الهدف الحلو اللي انت جبته، وكمان على جائزة رجل المباراة. اللي هو انت كنت واخد الماتش لحسابك ولا ايه؟ اه يا عمو، ما اخدش ليه الماتش لحسابي. بص يا باشا، انا لما بغيب ما بغيبش اونطه. انا بتدرب، انا بشتغل، ولما برجع بكسر الدنيا. وبعدين انت نسيت ضربة الجزاء اللي انا عملتها وجابها زيزو؟ الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه، اجيب اجوان ولا اعمل اسيستات ولا اعمل ضربات جزاء؟ ده انا ناقص اقف جون مكان الواد مصطفى شوبير. يا حسين انت راجل نينجا، يعني جوكر، يعني تلعب في اي حتة في الملعب. بس انا مش عارف ازاي الفترة اللي عدت دي كلها كنت قاعد على الدكة احتياط. ده انت لو كنت لعبت اساس الماتشات اللي عدت كنا كسبنا الدوري. منه لله بقى ترب الحنوت ده اللي دفنا على الدكه، وكل ما كنت اكلمه واقول له عايز العب يقول لي وايت حسين وايت حسين. اللي هو ايه عن وايت ده؟ مش عارف والله يا سي حسين، بس ده تقريبا يمكن نوع سجاير كان عايزك تجيبه له، يعني تحب علبه كده وهو كان يخليك تلعب. بس سيبك انت عامل دويتو انت وبن شرقي وزيزو من ساعه ماتش الزمالك، ولا كانكم ثلاثي اضواء الملعب. بص يا ابن عمي، هي تركيبه في الملعب، عملتها صح تجيب معاك وتكسب. قعدت تطجن وتخترع زي ترب كده، الدنيا تبوظ معاك وتقعد تغني ظلموه. عارف يا سي حسين، لو حصل والاهلي كسب الدوري السنه دي احنا هنسميه دوري حسين الشحات، ولا اقول لك نسميه دوري النينجا. ما خلاص يا عم، دوري ايه بقى؟ كله راح، منه لله اللي كان السبب. اهم حاجة دلوقتي نفكر في اللي جاي، علشان السنة الجاية ناخد كل البطولات.